ايه عويل منك ليه؟ والله يا جابر انا ما بدورش على فيديوهاتك، والله هو فيديوهاتك هي اللي بتيجي في حجري. الناس الفانز بتوعك بينزلوها على السوشيال ميديا، على التيك توك وعلى الفيس وكده والريلز، على انها هم بيدعموك. يعني هم بينزلوا الفيديوهات دي على اساس ان دي الماستر سين بتاعت الحلقه، مشهد المعجون اكشن في الحلقه، بس ما بيعرفوش ان هم كده بيخلوك فعلا تنافس الكبير والصفاره على احسن مسلسل كوميدي. حاولت تاخد الموضوع جد واتفرجت عليه وانا كلي معاك. ابويا قالها لي زمان رزق، ربنا يجعل غريمك راجل عشان الراجل بيجي دغري، وانت يا رزق مش راجل. والحاج ابو جابر وهو بيقول لك الحكم دي ما ربك، يعني ما كانش معاه 5 دقايق يربيك فيهم؟ يعني انت داخل على واحد المفروض بينك وبينه مشاكل، بينك وبينه طار، ايه ذنب الثلاثه اربعه اللي قاعدين بيشربوا شاي وممكن يكون ناس جايه تشتري بهايم اصلا مش تبع الموضوع؟ انت تروح تقدرش واحد في دماغه وتجيب له صداع؟ انا مش فاهم، اول مره اشوف فعلا رد فعل حد واخد رصاصه في دماغه بيقول كانه مصدع. ده اللي هو حبيتين بنادول يخلصوا الموضوع. يعني ده مش عايز غرز مثلا او ان احنا جراح مثلا يشيلوا الرصاصه، لا ده غالبا حبيتين بنادول كده هيفوق الراجل ويكمل عايز عادي. انا قادر دلوقتي انفذ لك الخدين على بعض، اخذ وحالك في رقبتك. هو انت بتاخد رايه وحضرتك هتفصل له جلابيه؟ يعني انت بتاخد رايه مثلا؟ يعني ايه انا قادر ان انا افتح لك الخدين على بعض؟ اخذ وحالك في رقبتك. لو حالك في رقبتك دي ايه دي؟ يعني دي الرصاصه ولا ايه هي اللي زي لو حالك في رقبتك؟ فانا مش فاهم انت يا ابني اللي علمك اللهجه. انا مش هضحك عليك، يعني جاب لك مثلا لهجه مضروبه، جاب لك لهجه من على حدود ليبيا، اصل ده ايه؟ ده مثلا ده واحد صعيدي مثلا عاش فتره في العراق. انا حرقت قلبك على ارضك كيف ما حرقت ارضي، بحساب اللي عملته في مصر وقت الاتفاق وضرب العيارات. انا حرقت قلبك على ارضك كيف ما حرقت ارضي، وارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا، صح كده؟ صح. غيرتي يا عم، غيرتي وعيارتي، بس يا عم رزقي ما تاخد المسدس يا عم وخلصنا من اللي خلفوه ده. من بالله الغلطه الجايه منك الجديد هيجيب القديم وهتجبرت عليه. انت خبر زين ان الطلقه براجل. انت خبر زين ان الطلقه براجل وانت يا رزق مش راجل. هو هيعيد بقى، هنعيد لك المسدس ده ايه؟ يعني المسدس ده بيطلع يعني رصاص ولا رصاص فاسد؟ يعني ده من الاسلحه الفاسده اللي احنا اللي ضحكوا علينا بيها ايام الملك فاروق ورحنا حاربنا بيها في فلسطين. يعني هي دي من الاسلحه الفاسده؟ اصل انا مش شايفش سلاح بيجيب صداع للناس وما بيعملش صوت. مره داي في الهوا وعزه وجلاله الله الجايه هفتح لك شنيشه ما بين حواجبك. طب ما الراجل يكتب لك تنازل على راسه وبراحتك تشوف حضرتك عايز تعملها حوض سمك، عايز تعملها عش عصافير، اللي انت عايزه. ما هو انت خلاص هزقت الراجل خالص صراحه يعني، والراجل سايبك، والمشكله ان هو بيساكت ساكت ساكت وبيخزن وفي الاخر ما بيعملش حاجه. اول انت بتيجي هو غالبا بيبقى يعني اول ما بيعرف ان انت جاي بيرفع له حبايتين ترامادول اللي هو عشان بص تطرش الكلمتين يا عم كوماندا وتتوكل على الله. انا مش فاهم صراحه، انت بتيجي تقول كلام وتقول حكم وبتقول او مواعظ، طب بتطرشهم وبتمشي ما بتعملش حاجه. يعني انت ما بتعملش حاجه ورزق ما بيعملش حاجه. انا مش فاهم العركه مع مين في اخر المسلسل، يعني الحلقه الاخيره مين هيحارب مين؟ يعني مين اللي هينتصر؟ احنا ليله العيد هنفرح لمين؟ ما تخافش. لا يا عم انا ما اخاف ليه؟ انت لسه مخلص على 2 صحابي دلوقتي، فعلى يعني عادي اللي هو شوف انت هتجيبها فين. لو كنت شفت تعالى نشوف الارض. حضرتك في اتنين ضحوا بحياتهم عشان خاطرك كده. دي الناس اصلا غالبا كانت جايه تشتري بهايم او جايه تخلص، يعني جايه تاجر الفدادين اللي عندك، هم ما لهمش في الموضوع اصلا، فخدوا طلقتين في دماغهم. حضرتك انت رايح فين؟ ولا انتوا حضرتك بتتعاملوا مع البني ادمين عندكم في البلد على ان هم عساكر شطرنج؟ ما هو انت كده بتاكد عن الصعيد فكره مش تمام، يعني ان احنا عندنا الناس بنخلص على بعض صباح الفل صباح الخير طق صباح الفل طق. انت كده بتاكد المعلومه. حضرتك في ناس ضحت اللي ضحى على اجل وطنه هنا فين؟ حضرتك يعني شوفهم اعملوا اي حاجه، يعني حتى يا سيدي ما تبص اقول لك حاجه، احفر لهم في مكانهم واردمهم، يعني احفر تحتهم وارميهم واردم عليهم تراب، حسسهم ان انت يعني ان هم يستاهلوا التضحيه اللي ضحوها. نزلت ايه؟ مين ده بقول لك؟ هو يقصد ايه؟ اديك قطار الجاكي بنت. طلعني ايه؟ خد بالك على كلامك، بعدين الراجل ده عمل الراجل ده غبي بتركب معاه عربيه كيف؟ قلت مكتوبه على العين ارتكاله وانا ما تريقنش. طب اهدى بس. يا عم انت بتتكلم ولا بتتمضمض؟ بتتغرغر كتير في كلامك. يعني انا شفت لك اكتر مشهد تيجي تروح تطرش الكلام في بعضه كده في خلاط وتتغرغر بيه، فانا ما بفهمش انت زعلان. انت زعلان، انا عارف انك زعلان، بس الانسان لما بيبقى زعلان برضه بنفهم منه كلام. انت بتهدد وممكن تمضي شيكات وممكن يعني انت ممكن تخلص حاجات مهمه في الزعيق ده، في الخلط ده، في الخلاط، في الغرغره دي، ففي بيوت ممكن تخرب. فانت يعني انت لما كده وانت حي ومتضايق، امال لو انت بتموت مثلا في الرمق الاخير وبتوصي،
ده في عيال ممكن تقطع بعض عشان خاطر اللي انت بتعمله ده. ده غريب، تركب معانا كيف؟ وانت مكتوبه على العين فيرتيكال وانا ما دريانش. المفروض هيقول لك حضرتك اول ما يبدا المشهد حضرتك هتقول ايه ده؟ ايه ده؟ حضرتك ده صوت ديك رومي. ده مش مصحح لهجه صعيدي، ده حضرتك انت بتقعد مع ديك رومي فبيقول لك فانت بترد عليه بقى وتقعدوا تردوا على بعض. ما هو دي غرغره يعني، ده مش كلام. وواضح ان هي الوحيده اللي فاهماك. انا عايز افهمك على اي اساس يعني؟ دي بتقول لك خلاص ايه ده يعني هي فاهمه اصلا ان انت بتقول ايه، بس هي عايزاك تهدى. حضرتك احنا مش فاهمين يا استاذه مهره، حضرتك احنا مش فاهمين. يعني المفروض سب تايتل زي الافلام الاجنبي من تحت ويترجموا. وانت مكتوبه على العين فيرتيكال وانا ما دريانش. هدخل اصحي لحضرتك. لا استني، العبد لله الله يصحيه. عامل ايه يا عمه؟ هتضرب انا وهو؟ خلي حد فينا عايش. ايه يا عم كيس المخده اللي بيطير ده؟ وبعدين ايه حضرتك؟ والله مفيش اي حاجه، ما تقلقش حضرتك. بس انت كنت ظابط المنبه على الفايبريشن، على الهزاز يعني. انت كنت بس معلي صوت المنبه بس. ايه اللي فيه ايه حضرتك؟ في حد يعني صحاك نطرك يعني، في حد صحاك وقعك من الشباك. يعني المشهد يبان ان انت كنت على السرير، بس انا شايفك بعدين انت نازل من الشباك، انت بتقع من الشباك. فانت مستغرب من ايه؟ انت في حاجه بتوجعك؟ انا حاسس ان في حاجه بتوجعك. انا مقلقني يعني، خضتك دي محسساني ان انت حضرتك المفروض يعني كنت نايم. النطره دي تخليك تيجي لك ارتجاج في المخ، تخش في غيبوبه 4 ايام. يعني انت صحيت، هو انت بتصحى كده؟ متعود تصحى كده؟ انا عايز افهم رد فعلك. انت رد فعلك اعجب من الحركه اللي عملها محمد رمضان. يعني جعفر نفسه رد فعله ان هو الفعل اللي عمله ان هو يصحيك من النوم بالنفضه دي، مع انه كان ممكن يرش عليك ميه، كان ممكن يضربك على قلم على وشك، كان ممكن يخبط الباب تصحى. فكره ان هو اختار اسلم اختيار، اللي هو هقعد اصحيك، هتعمل نفسك نايم، هتفتكرني مراتك، هتقولي دعكي لي رجلي، طب سخني الاكل على ما اصحى، طب حضري لي الحمام. فالراجل جابها الاخر عشان ما نقعدش ايه نلوكلك مع بعضنا، راح مصحيك. اللي هو بدل ما افتح لك الشباك زي مراتك كده عشان الشمس تضرب في وشك فتصحى، لا انا هجيبك انت من هناك، انا هنزلك من الشمس، انا هفتح الشباك بيك. هو ده غالبا اللي حصل. فانا للحظه حسيت انا لو مش شايفك بيصحيك من على السرير وانت مرمي على السرير، انا كنت قلت ان انت وقعت من الشباك. انت متاكد ان دول عيلتك يا ابني؟ انت متاكد ان دول يعني دول اهلك ولا انت مأجر الاوضه؟ انا شايف ان هم بيتفرجوا عليك بيصرخوا بس، يعني هم بيعملوا سوكسي. انت اللي هو مثلا انت عملت اداء مسرحي جبار فهم بيسقفوا الله عشان تعيد لهم المشهد تاني عشان تتضرب تاني. انا مش شايفش خالص اي رياكشن ان دول اهلك. وبعدين بتقول لك ابوك بيتضرب، تقول لها ما انا لو دخلت هتضرب انا كمان. يا مشكلتك انت مخلف ديك رومي يا حاج ولا ايه؟ والله انت تستاهل بص 3 4 5 اقلام غير اللي اداهم لك جعفر على الربايه اللي ما تربيتهاش دي. انا اسف يا جعفر، انا عارف ان انت راجل بتدور على ابنك وابنك مخطوف وحالتك صعبه، بس انا والله ضحكت. انا مش عارف انت ازاي مسكت نفسك وما ضحكتش. وبعدين الراجل بيتكفكفه كيف خلاص، هو قص وشه بشويه ميه تمام، هو الراجل خلاص كده. لا هو كده الراجل بيقع على حقة ايدك. انت شوف انت عايز تخليه يمضي على املاكه ويتنازل عن عياله اللي ما ربهمش دول، الراجل معاك فما ملوش لازمه اللي انت عملته ده.